وزارة الرياضة تخاطب رابطة الأندية لتعديل مواعيد مباريات الدوري لتتوافق مع قرار إغلاق المنشآت 9 مساء بعد تحديد مباريات للأهلي والزمالك في 8. سيراميكا كليوباترا يتحفظ على نقل مباراته أمام الأهلي إلى استاد القاهرة. مدرب الأهلي يخصص تدريبات خاصة لمروان عثمان وأشرف بن شرقي لتحسين الأداء الهجومي بعد الخروج الإفريقي. وليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ يدعمان بن شرقي ويطالبانه بالتركيز، والأهلي ينفي التفاوض مع طارق علاء. وكيل ياس ترب ينفي علاقته بصفقة كامويش، واللاعب لم يظهر بشكل جيد مع منتخب الرأس الأخضر. اتجاه لإعارة كريم فؤاد وأحمد عيد مع التفكير في تدعيم مركز الظهير الأيمن أو عودة عمر كمال. أحمد نبيل كوكا يقترب من الاحتراف في الدوري البرتغالي الموسم القادم. طاهر محمد طاهر يتلقى عروضاً للرحيل، وبيكهام يقترب من العودة لسيراميكا بسبب قلة مشاركاته. وكيل وسام أبو علي يؤكد احتمالية عودته لمصر وحدوث مفاجآت في مستقبله. وكيل أحمد القندوسي 3 أندية تفاوضه حالياً ولا مفاوضات مع الزمالك، والعودة للأهلي واردة. الأهلي يضع رأفت خليل وأسامة فيصل ضمن خططه تحسباً لرحيل مهاجميه. إنبي يطلب 70 مليون جنيه لبيع حامد عبد الله وسط اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز. ساديو ماني يقترب من مغادرة النصر والانتقال إلى بشكتاش التركي. نادي نيوم السعودي يجدد اهتمامه بضم محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع. الزمالك ينفي التفاوض مع طارق حامد رغم انتشار صورة له مع جون إدوارد. منتخب نيوزيلندا يفوز على تشيلي 4-0 ويدخل المونديال بمعنويات مرتفعة. ضياء السيد مدرب الأهلي أصبح مكشوفاً واللاعبون سبب تراجع الأداء، ويجب تصحيح المسار في المباريات المتبقية. محمد شبانة يطالب الأهلي بضم إسلام عيسى ويرى أنه أفضل من طاهر مع ضرورة إعادة عبد القادر. محمود أبو الدهب محمد صلاح يستحق إنهاء مسيرته في أوروبا، وهيثم حسن لاعب جيد لكن لا يقارن به. انتقادات لأداء لاعبي الأهلي بسبب غياب الروح ووجود أزمات داخلية وعقود غير محسومة. المنافسة على الدوري متقاربة بين الكبار، والحسم سيكون عبر المواجهات المباشرة. مطالبات بإنهاء عقد ياس ترب حتى لو فاز الأهلي بالدوري والتعاقد مع مدرب أفضل. خالد الدرندلي الفوز على السعودية منح المنتخب دفعة قوية قبل مواجهة إسبانيا. مصطفى عبدو ينتقد الهجوم على الأهلي ويؤكد أن الفريق ما زال قادراً على المنافسة. دعوات لوقف الانتقادات ودعم الفريق لاستعادة التوازن قبل نهاية الموسم. هاني رمزي يتحفظ على عودة عبد القادر ويرشح محمد عبد الله كخيار أفضل، ويؤكد أن إبراهيم عادل صفقة قوية تستحق الاستثمار.